السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله اليوم غادي نصايب واحد الكيكه اللي هي كتجي زوينه بزاف وهشيشه وما فيهاش المقادير بزاف، ويعني كتجي زوينه كتشرب مع اتاي مع كتجي زعما جربوها غتجي ان شاء الله زوينه. ودابا غنجيو مع المقادير. درت فيها شويه يعني ديال الخميره ديال العجينه اللي كنعجنوا بها، يعني غير شويه هكا قريصه بجوج صبعين يعني صغيره باش الكيكه ما تنزلش لينا ملي نجبدوها من الفرن تبقى طالعه. خديت قلت لكم شويه جوج بيضات وديك شويه قبصه ديال الخميره ديال العجينه. واللي غيذوبوا لي يمكن يدير جوج، وغادي نزيد عليها الفانيلا، كيس ديال الفانيلا وكيس ديال الخميره ديال الحلوى. الفانيلا زوينه حيت كتحيد لينا تحيد لنا الريحه ديال البيض، يعني ما كتجيش الكيكه زفره، كتجي زوينه هاد الفانيلا. والخميره عارفين الدور ديالها حتى هي باش كطلع لينا الكيكه مزيان. وغادي نديرو دابا غنديرو الزيت، ولكن نعطيكم طريقه اخرى الا ما بغيتوش ديروا الزيت، حيت انا غنديرها بالحليب سخون. ممكن تذوبوا الزبده في الحليب كتجي احسن من هذه، ولكن انا درت ديال الزيت حتى هي جات زوينه. درت شويه د الملحه، درت كما قلت لكم نص كاس ديال الزيت، ودرت كاس ديال السكر. هاد الخليط هذا تيبغي يتحرك مزيان، يعني لا يبقى يتدرب عندكم الخلاط الكهربائيه حنيتي يسربي بالزربه احسن. بقاو تضربوها مزيان حتى يولي اللون ديالو بيض بحال المايونيز كيولي بيض. هذيك هي عرفوا راه الكيكه غطلع معكم زوينه، يعني حاولوا خلطوه. وكنشدوا داك المول اللي غادي غير وجدتو غنحطو حدايا دهنتو بشويه ديال الزبده دايبه، وغادي نحطو جنب. المهم كما قلت لكم داك البيض طربوه مزيان حتى يولي كي المايونيز ولي ابيض. وهذا الحليب سخون سخنته، درت كاس ديال الحليب سخون، وغادا كذلك نخلطهم مزيان حتى يتجانس ليا داك الخليط مزيان. وحاولوا يعني دوروا داك الضرب اللي كديروا به في نفس الحركه، يعني نفس الدائره نفس الاتجاه. وغنبقاو نضيفوا الطحين شويه، وداك الطحين حاولوا تغربلوه، يعني نخلوه جوج مرات باش يحيد منه داك الهواء. هذه الطريقه راه مهمه بزاف في الكيكه. وداك الدقيق يعني حاولوا ما تكبوهش مره واحده، كبوا بشويه وعاود خلطوه بشويه وعاود خلطوه باش ما يتحجرش، ما يوليش داير تيدير داك الحجيرات تما. كيبقى مداير زوين ملي كتكبو غير بواحد شويه بشويه وكتخلطوا. يلا غنخلطو نكمل باش داكشي يتجانس مزيان الخليط. كنخليوه على داك القوام. ولا الا بقات لكم زايده ولا ناقصه ممكن تزيدوا شويه د الحليب من داك الحليب اللي تبقى اللي هو حليب سخون كان فاتر، وحطيتو شويه باش يدفى، يعني راه دافي الوقت اللي كبيتو في هذا راه كان دافي. ودابا ساليناها مزيان غادي نكبوها بداك المول ونحاولوا نخلطوا نديروها مزيان نحركوها باش ما تبقاش شي فجوه اللي يدخل منها الهواء، حيت هي داك الهواء تيخسر الكيكه ما تيخليهاش تطلع. الا كانت فيها شي فجوه ما دكيتوش داك المول مزيان ما كطلعش زوينه. ونصيحه اخرى ما تحلوش على الكيكه وهي مازال في ديك 20 دقيقه الاولى ديالها. حاولوا ما تحلوش على الفرن حيت لا دخل ليها الهواء راه غتنزل. هذه حتى هي خطوه مهمه انا درتها وشوفوا راه ما شاء الله راه طلعت، يعني راه فاتت عليها 20 دقيقه وطليت عليها. شوف ما شاء الله طلعت هنايا راه طابت ما شاء الله جات زوينه عرفتي وطلعت. شوف السمك ديالها قداش ما شاء الله. ومني بردات خليتها بردات وهي صايبتها. شوفوا النتيجه كي دايره جات زوينه.
جربوها كتجي زوينه بزاف، يعني خصوصا مع اتايس كتجي كتذوب في الفم غزاله، وراه شفتو ما فيهاش المقادير بزاف يعني. وشكرا على المشاهده.